شرط أساسي بالنسبة للتوانسة اللي عايشين في الخارج ويحبوا كيف يشريوا عقار في تونس يتمتعوا بالامتيازات اللي هي التسجيل ب1% والفيش انفستيسمون اللي حكينا فيهم قبل وعندهم شروطهم مش الناس الكل تنجم تتمتع بيهم. هو اللي الخلاص تاع المبلغ كامل اللي باش تشريو بيه يكون ان دوفيز. كيفاش يكون ان دوفيز وكيفاش تحفظوا حقوقكم ما تصير لكمش مشاكل وما تتعطلوش خاطر فما اوراق فما دوسيات. دونك لازمكم احسن حاجه هي تعملوا ان كونت ان دوفيز في تونس. الكونت ان دينار هذاك اللي عندكم في تونس قبل ما تسافروا هذاك راهو ما يقضيش ما يمشيش على خاطر ان ديغي شريتو بالدينار وقتها ما عادش نجم عندكم الحق باش تتمتعوا بيه. دونك تعملوا ان كونت ان دوفيز في تونس هو تحولوا عليه الفلوس من برا لتونس. واذا كان زاد جبتوا فلوس اذا كان جبتوا دوفيز في ديكم وديكلاريتوهم في الديوانه زاد كيف تنجموا تصبوهم زاد في الكونت هذيك خاطر الديكلاراسيون تاع الديوانه هذيك فيها فاليديتي. دونك وتنجموا كيف هذيك تقعدوا الكونت هذيك يا اما تجملوا فيه كل مره تحطوا فيه حاجه يا اما في اخر وقت تعملوه كيف تجيو باش تشريو وتعملوا معناتها تحولوا الفلوس الكل. والا طريقه ثانيه هي تصبوا الفلوس اللي باش تشريو بيهم ديريكتومون عند في الكونت نتاع البيع. Voilà, donc si vous avez besoin d'accompagnement sur ce volet, contactez-nous.